السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتير مننا بيكون واخد أرض في المغرة، في السادات، في وادي النطرون، في الأماكن الصحراوية، وبيبقى عاملها مزرعة مثلا خضروات لأي حاجة، وفي نفس الوقت عامل حوض زي اللي احنا شايفينه كده. الحوض ده بيبقى في الأساس عامله عشان تخزين المية، وطبعا في المية دي جاية طبعا مية نظيفة جدا، يعني دي جاية من باطن الأرض. بيبقى طول النهار عنده طاقة شمسية شغالة المية ديت، بتنزل المية بتاعتها في قلب الأحواض عشان بعد كده ياخدوا المية دي ويروي بيها سواء الصبح بدري أو في آخر النهار. وبيبقى شايل هم خروجه من اسكندرية، من القاهرة، من أي مكان، والمشوار طويل عليه بالنسبة له وتقيل لأنه داخل في قلب الصحراء جوه المكان. طبعا كلنا عارفين الصحراء شكلها ايه. بيبقى بالنسبة له يوم صعب شوية، ويمكن لو هو يعني حب يستثمر فبيحط اسماك في الاحواض ديت، وبيبقى رايح يبص بقى على السمك عنده زي حوض زي كده، ويبص على الدنيا ديت، وفي وسط الارهاق وفي وسط الكلام ده كله بيبقى بالنسبه له بعد مره واتنين وتلاته بيبقى تقيل شويه، وصعب جدا ان هو ياخد اسرته معاه. طب ليه انا ما حولش الموضوع ده كله لمتعه بالنسبه لي؟ وهي انا عندي ميه شغاله طول النهار، وعندي احواض، وهتكلم الموضوع كله شويه طوب وشويه مشمع، وبعمل الاحواض زي ما احنا هنشوف دلوقتي كده. تديني تفتح نفسي ان اليوم ده يبقى بالنسبه لي يوم انا بشتاق له طول الاسبوع. امتى هروح المزرعه واقضي اليوم ده هناك مع عيلتي واسرتي، زي اللي انا هشوفه دلوقتي ده بالظبط زي كده. ليه انا ما حاولتش بفكري وبالتصميم، يعني بحاجات بسيطه كده في الديكوريشن بتاعي، في توزيع الاحواض ديت، ان يكون عندي احواض اسماك، ويكون عندي بسين صغير، ويكون عندي برضو جزء كده فيه اسماك زينة. انا كده كده المية جارية عندي طول النهار، يعني في مية طالعة من البير ورايحة للحوض الاسماك ده، وعمالة تعبي فيه عمالة تعبي فيه. طب ما انا استغل حركة المية ديت ان انا اعمل فيو جميل وتحفة بالنسبة لي، واوزع الاحواض بتاعتي. هي احواض سمكية هعملها، وده هيبان كمان شوية، هنشوف الاحواض دي في التصميمات بتبقى عاملة ازاي. لكن احول المنظر بتاعي لمنظر انا ابقى مشتاق له، ان انا ابقى وانا خارج منه ببقى امتى هرجع تاني. يعني انا حابب خلاص، حبيت المكان، اولادي هم كمان حبوا المكان، حابين يقضوا اليوم فيه، حابين ان هم كل شويه بابا يلا بينا نروح المزرعه، بدل ما يبقى يلا بينا اولادي لا المشوار صعب بالنسبه لنا، اصل هيبقى مرهق، الجو هناك مش تمام. ليه ما حولش المكان ده لمتعه فعلا؟ تربيه الاسماك يا جماعه المفروض انها تبقى مرتبطه كمان بالمتعه، ابقى حاسس بمتعه في المكان، مش شرط تربيه الاسماك بس.